كيرونا هو الفيلم الفرنسي اللي حاز على جائزة الهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 35. الفيلم ده مش مهم مش بس عشان خاطر هو خد جائزة الهرم الذهبي أو الجائزة الأولى، ولكن أهميته تكمن كمان إن هو أول عرض ليه على مستوى مهرجانات العالم كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولم يعرض تجاريا حتى في فرنسا إلى الآن. هيعرض يوم 30 يناير. هنتكلم مع صانعة الفيلم المخرجة أنا فينيون. مرحبا بيكي. Félicitations pour le prix. Merci. Et bienvenue en Égypte. Merci. واكيد بنرحب بضيوفنا ايضا المتميزين. لازم قبل ما ارحب بيهم لازم كمان اديهم يعني زي ما اقول بالنيابه عن كل اسره نايل سينما وشخصيه متميزه سينمائيه في مصر، وايضا والاهم ان هي كان لها دور كبير جدا ومهم جدا في المهرجان هذا العام في اختيار الافلام، منها ان يكون في افلام زي ما قلنا عرض اول في مهرجان القاهره، ودي يمكن اللي بنعاني كتير جدا منها في دورات كتيره على المشكله بتاعه العرض الاول للافلام في المهرجان. خليني ارحب بالاستاذه المنتجه مريان خوري، المدير الفني لمهرجان القاهره السينمائي، وايضا هي المشرفه على ملتقى القاهره السينمائي كايرو كونكشن، وبنحييكي. واكيد اخيرا وليس اخرا برحب شخصيه برضو هي زي ما بيقولوا كده الدينامو الحياه الثقافيه الفرنسيه في مصر الحقيقه، وهي ايضا لها دور مهم جدا في التبادل والعلاقات الثقافيه ما بين مصر وفرنسا، مش بس في الافلام لكن طبعا عن طريق دورها. وهي النهارده موجوده معانا بصفتها الاستاذه المسؤول النشاط الثقافي بالمعهد الفرنسي بمصر. برحب بالاستاذه القديره استاذه لطيفه فهمي. مساء الخير. اهلا بحضرتك. هي مقدمه تستحق ليكم كلكم. انا جاي دوني un peu long introduction pour mes لقد قمت بتقديمة طويلة لضيوفي لأنها مهمة جدا، لأنهم شخصيات لهم قيمتهم في المجال الثقافي في مصر. أهنئك للمرة الثانية عن فيلمك، وأودك أن تحدثيني عن موضوع الفيلم. إنه قصة مهندس معماري شهير قضى حياته بعيدا عن الحياة العاطفية، وكرس كل وقته لعمله، وفوجئ بأنه يجب أن يتعرف على جثة ابنه الذي لم يره أبدا، وكانت بالنسبة له مأساة أن يرى اللي تعرف عليه. وفي طريقه تعرف على شاب يأخذه معه ودله على الطريق، وفي أثناء ذلك الوقت نشأت علاقة بين الشاب وهذا الرجل الذي كان رجل قاسيا جدا في الأول، ثم ترك لمشاعره العنان ووجد تعاطفا مع هذا الشاب، ونشأت بينهما علاقة ابن بأبيه. إنه فيلم إنساني، نعم إنساني جدا. الفيلم موضوعه جاد وقد أبكانا في الآخر. لن أدخل في تفاصيل الفيلم الكوميدية أو فيلم خفيف، ولكني تناولت جميع المشاعر الإنسانية الحزينة. فهذا هو الفيلم الذي كنت أود أن تقديمه، فيلم مليء بالمشاعر الإنسانية. إنها أول مرة لك في مصر، وأتمنى ألا تكون آخر مرة، وسنذهب جميعا إلى التحرير. أستاذة مريان بنحييكي تاني على نجاح دورة في مهمة صعبة وقال عليها البعض أنها انتحارية. كلمينا على انتحارية. يعني بص، طبعا يعني مش بتهنيني أنا بس كل الناس اللي اشتغلت طبعا، لأنه طبعا أنت في شهرين مش ممكن تعمل دورة بالكامل. أكيد ده شغل جماعي جامد جدا. هي دورة استثنائية، وأنا بس معلش بحب أن أنا أأكد أن أنا حضوري برضو في مهرجان القاهرة
الدولي ده حضور استثنائي جدا. ليه يا استاذه مريان؟ على فكره تاكدتي على ده اكتر من مره، مش عارفه مع المهرجان ليه؟ لا، لانه هي دوره استثنائيه، والسنه الجايه اعتقد انه حاجات كتير جدا هتتغير. اكيد هيبقى في تفكير للدوره الجايه هتحصل ازاي، هل هو المجتمع المدني، هل هي وزاره الثقافه مع المجتمع المدني. اكيد الحكايه دي هتثار وهيحصل فيها تفكير عشان يتم مهرجان القاهرة السينمائي في أحسن صورة له، لأنه المهرجان ده حاجة كبيرة جدا، أكبر مننا كلنا وأكبر من كل الأجزاء أو الناس اللي هي بتشتغل فيه. مش مهم مين بيديره، المهم إنه هو يتعمل بشكل لائق بمصر. كان معانا ضيوفنا رئيس مهرجان روما ورئيس مهرجان فالي، غيرهم من الضيوف مهمه جدا، واعضاء لجنه التحكيم الدوليه، وكانوا بيتكلموا على استقلاليه المهرجان، مش استقلاليه ان هو يستقل او ينفصل عن وزاره الثقافه من الدعم وهكذا، لكن ان يكون مستقل كلجنه تحكيم وكاختيارات للافلام. فهل انتم متفقين معانا انه يكون مستقل، يكون في استقلاليه ايضا في مستوى اختيار الافلام، في طريقه بس هو في استقلاليه؟ انا مش فاهمه يعني ايه يعني. لا، ما يكونش يعني في اي معايير اخرى للافلام الفائزه او للافلام المختاره في المهرجان، ويكون في لجنه يعني محترمه. هو اكيد الحيثيات اللي حصلت بالتالي حصل عليها كلام، والناس ممكن تكون اتضايقت شويه، بس انا اعتقد انه لما الحيثيات بتيجي من ناس مخضرمه جدا ومن كبار الناس اللي عندهم خبره كبيره جدا، اكيد هم بيقولوا ده من منطلق ان هم عايزين يساعدوا المهرجان، ومش ان هم عايزين يعني يحطوا غبار على المهرجان طبعا. لا بالعكس تماما يعني. لو كان دور ماركو ميلر او خالد ابو النجا او كل دول ناس سندوا المهرجان من اول ثانيه، يعني بالتحديد ماركو ميلر يعني كان موجود هنا، وبرغم ان هو جاله اوفرز يعني ناس كتير قوي مشاورات وقالت له ليه انت بتحضر وليه بتحضر الختام وليه، وهو ما كانش فيه اي تردد بالنسبه له ان هو موجود لغايه اخر ثانيه، وانه المهرجان ده مهرجان مهم جدا في المنطقه وفي مصر. استاذه لطيفه، زي ما قلت انا مش بسالك بس مجرد ان انت موجوده مع المخرجه لموعد في كورونا ان هو فيلم فرنسي والى اخره، انا بسالك في الاول وفي الاخر كمعنيه بالامر الثقافي في مصر، وكنت دايما بشوفك في المهرجانات كلها وفي السينما وفي مهرجان الفيلم الاوروبي وغيره. كلمينا على مهرجان القاهره السينمائي السنه دي، وكلمينا على فوز فيلم فرنسي متميز جدا بيعرض لاول مره من خلال مهرجان القاهره بجائزه الهرم الذهبي. كتير قوي الاسئله لكن هحاول. هي ببساطه ببساطه المهرجان هنا مهم جدا جدا جدا. ده المهرجان المصري الدولي الوحيد. ده يعني مش بتكلم بس على مصر، على منطقه الشرق الاوسط ككل. ده مهم جدا، مهم جدا ان كل الظروف اللي حصلت المهرجان قام برغم الخلافات الكثيره كانت قبل المهرجان قام. المهرجان استضاف 67 دوله في المهرجان. ده عدد خطير في فترة صغيرة جدا. كل فريق العمل أنا شاهدة اشتغل فعلا يعني 75-80 يوم بالكثير، يعني بتقدم فيها كمية أفلام على مستوى جيد جدا جدا. مش عايز أقول امتياز عشان مفيش حاجة اسمها امتياز. ده ما كانش سهل، لكن الناس حابة السينما وحابة بلدها وعايزة المهرجان ينجح، والمهرجان نجح. كفايه ان كل يوم في حدث. احنا هنا كل يوم في حدث صحيح، يعني ده مش سهل، ورغم كده المهرجان تم وجوده ونجح الحمد لله. ان خدت احسن فيلم انساني جدا 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 وكله مشاعر وفي ازاي انك انت تصالح نفسك. يمكن ده اثر شويه على ده مهم جدا كادميه الفيلم. في كاميرا تجنن، رؤية تجنن، في حد واقف ورا الكاميرا موجود. على فكرة المصور والدها. Le photographe de film est ton le père. chef opérateur. Oui, tout à fait. والدك هو مصور الفيلم. Encore. C'est très spécial ça. نعم، هذا شيء خاص جدا. déjà sur le premier film. ولقد بدأنا سويا أول فيلم لنا معا. C'est très agréable de travailler avec lui, c'est très simple. إنه لشيء ممتع جدا أن أعمل مع والدي. ففي الحياة العامة ليس جيدا أن نعمل معا، ولكن على البلاتو بيكون التعامل جيد جدا. فنحن نتعامل في مجال أو محتوى أسري وليس هناك مشاكل عائلية. نعم تماما.
فالعلاقة بين الأب وابنته تطغى على العلاقة بين كعملي كمخرجة ومصور. كما أنه رباني في هذا الإطار، فأنا أتعامل معه على نفس المستوى. وأعتقد أن ثقافته التي علمني إياها هي التي تتطور بيننا. فعندما يكون هناك احتياج لكادر إضائي فيحدث سريعا لأننا في تفاهم بيننا. تبقين في مصر لمدة يومين. نعم، لقد حضرت بالأمس وسأغادر غدا. لديك الكثير لتقولينه عن مصر وعن الشعب المصري وعن الابتسامة المصرية، فلتحدثيني عما قلتيه لي في الخارج. حقا إنها بلد مرحب، كما إن الإعلام الفرنسي قد أخذ فكرة عن أن هناك عنف واغتصابات في مصر، ولكنه قد غفل الإنسانية التي المتواجدة وراء كل هذه المشاعر. ويجب أن يكون هناك موقفا إيجابيا، فهي ليست مجرد ثورة. أنا لا أعلم ما يدور حقا، ولكن هناك قتلى، فلكي نصل إلى الديمقراطية وإلى السلام يجب أن نمر بهذه اللحظات. ولذلك وجدت حاجة لحضوري إلى مصر، فكانت تنتابني حالة من الخوف، ولكنني أصرت الحضور وإثبات وجودي في هذه الأحداث وما يمكنني أن أحدث في مثل هذه الحالات. هذا هو دور المهرجان. وأود أن وأودك أن تقولي رأيك هذا عندما تعودين إلى فرنسا. نعم حقا، فلقد قابلت منذ الأمس أشخاص مبتهجين جدا وبشوشين ويتحدثون بأدب جم. فهناك نوع من الترحاب والابتسام، وقد دفعني هذا للرغبة في الحضور مرة أخرى. سنلتقي في التحرير، وهذا هو فيلمك القادم إن شاء الله. أهنئك على الفيلم. أشكرك. أكيد إحنا بنحيي حضراتكم، بنحيي وجودكم معانا. كان مهم جدا وجود الممثلين المحترمين للحياة الثقافية في مصر من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في شخصيات محترمة زي الأستاذة مريان خوري أو الأستاذة لطيفة فهمي أو أي حد كان موجود من خلال المهرجان. إحنا بنحييكم. ميرسي. ودلوقتي نرجع تاني لرسالتنا في مؤتمر ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هنروح نشوف تقرير عن الدول المشاركة. أستاذة لطيفة قالت إن كان في حاجة و60 دولة. هنتكلم وهنشوفهم وهنعرف عنهم أكتر من خلال التقرير ده. خليكم معانا.